صباح الفل. الجميل الحلو ده هنحشيه رز بالمكسرات وندخله الفرن ونشوف هيطلع عامل ازاي. انا اول مره اعملها، ان شاء الله يطلع حلو معانا. نبتدي بقى نتبله وتشوفوا الدنيا هتمشي ازاي. اول حاجه هنعملها، هنعمل له مساج بزيت الزيتون، ملح، فلفل وبابريكا. طيب هنعمل بقى حاجه تانية فيه كده، ونحط توم في قلبه. حطينا الملح والفلفل والبابريكا والزيت ورشقت فيه فصوص الثوم. التتبيله بقى اللي بره هدهنه من بره بعصير طماطم وصلصه معاها ملح وفلفل وبهارات وروزميري وكل التوابل اللي ايه ينفع تتحط عليها. طيب هنحضر الحشوه اللي احنا هنعملها. دي لحمه معصجه وسبتها تبرد، ومعموله بالليه. كيلو رز بسمتي على اللحمه المفرومه، قرنين مولعين خليهم 3 كفايه دول. قرفه، لورا، شويه حبهان وزبيب، اللوز المحمر. الحشوه شكلها يتاكل نيه. نحط الحشوه بتاعتنا. طيب انا قطعت الراس وهقطع الليه لان مش هعرف ادخل كل ده في الفرن، عندي صعب ياخد كل ده. طيب نقفل بقى. دي خياطه تجميليه مش هتبان لما نفك الغرز. علشان انا جراح وموسوس فانا هاخد طبقه تانية من الخياطه، مش هكتفي بطبقه خياطه واحده زي ما بنعمل مع العيانين. شويه روزميري بقى كده، دول هنحطهم على الوش بقى لما نقفل كده. الشيف بيسالني بيقول لي خيطت الخروف كويس؟ بيسال جراح بيقول له انت خيطت الخروف كويس ولا لا؟ اخر يوم معاك ليه النهارده؟ الصينيه ممكن يجي فيها كويس. حلو. هندخله الفرن بقى. طيب بعد رحله في الفرن 10-12 ساعه تقريبا، لان انا حطيته على 140 في الاول، 180 وبعد كده 140 10 ساعات او 11 ساعه. ده بقى يعني ليا سايحه بيور. طيب نحطها على الوش وده بقى ياخد لون. طيب طيب ناكله منين؟ انا ما اعرفش الرز استوى ولا ما استواش، مش عارف. نقطعه منين بقى ده وناكله منين؟ شايفين الدايبه ازاي؟ واو، شايفين اللحمه عامله ازاي؟ بسم الله، تحفه. انا يهمني الرز، انا عارف اللحمه هتبقى ان شاء الله مستويه. حلوه قوي. تعالي من هنا بقى كده، شايفين الضلوع بتطلع ازاي؟ مهري. طيب نشوف بقى الرز اخباره ايه، وده اهم حاجه اتاكد ان هو حلو ومستوي كده، مفلفل اهو، تحفه.
طيب الواحد لما بيعمل حاجة حلوة بيبقى مبسوط. جميلة ما شاء الله، تحفة. نجرب حتة لحمة تانية من الفخدة بقى. وهمية. جمعتكم مباركة يا رب إن شاء الله.